السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفانيت. اليوم بإذن الله غادي نقوم بتحضير كيك بدون فرن وببيضة واحدة فقط. هاد الكيك غادي ينفعكم كتير، خصوصا إلا ما كانش متوفر عندكم الفرن بالبيت. كيفاش كيجي من الداخل كيجي رائع، وكيجي تماما ككيك الفرن، لكن دائما كيك المقلاة أو كيك الطنجرة فكيكون كيك معلق. نتمنى أن وصفة اليوم تنال إعجابكم. إلى عجباتكم فما تبخلوش عليا باللايكات، كذلك أنا في انتظار تعليقاتكم. وإذا كانت هذه أول زيارة لكم في القناة فتفضلوا بالاشتراك، ولا تنسوا الضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. نتمنى أنكم تتابعوا معي الفيديو للآخر. نخليكم مع مراحل التحضير. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمكونات فغادي نحتاجوا أولا وقبل كل شيء، بالنسبة لهذا الكأس اللي غادي ناخذ به القياسات فهو بقياس 150 ملي. إذا عندنا بيضة واحدة، نصف كأس من الزيت، كأسين من الدقيق أو كأسين ونصف، يعني الدقيق كيبقى حسب الخليط، كأس غير ممتلئ من السكر، كأس ونصف من الحليب، كيس من الكاكاو من وزن 7 غرام، كيسين سكر بنكهة الفانيلا من وزن 7 غرامات ونصف. وفي الأخير عندنا كذلك كيسين من خميرة حلويات بيكي باودر، كل كيس يزن 8 غرام، يعني 16 غرام. نمر على بركة الله لطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. الآن غادي نبداو في تحضير الكيك. أولا غادي نوضعوا بيضة في إناء. بالنسبة للبيضة فيستحسن أنها تكون بدرجة حرارة المطبخ. غادي نضيف لها السكر، نضيفو كيسين ديال السكر بنكهة الفانيلا، كنحركو البيض مع السكر جيدا حتى كنلاحظوا ان اللون ديال الخليط كيتغير وكيصبح مائل للبياض. على بركة الله. من بعد كنضيفوا له الحليب وكنحركو، كذلك كنضيف الزيت. هنايا تحدفات لي اللقطة اللي ضفت فيها الزيت، يعني كنضيفوا الزيت مع الحليب. بسم الله. وفي إناء آخر كنوضعوا الدقيق وكنضيفوا له خميرة الحلويات البيكنج باودر. كنخلطوا الخميرة مع الدقيق باش تكون فعالة أكثر. كنخلطوهم جيدا. غادي نضيف لهم الدقيق المتبقي. بالنسبة لكمية الدقيق كما قلت لكم في الأول فكتبقى حسب الخليط. على بركة الله. كنرجعوا الخليط ديالنا وكنبداو بإضافة الدقيق. بالنسبة للدقيق فضروري أنه يكون مغربل، يعني منخول. كما قلت لكم من قبل فضفت الزيت فقط تحدفات لي اللقطة. كنستمر في إضافة الدقيق حتى كنحصلوا على خليط الكيكة المناسب. بالنسبة هنايا فضفت في الأول كأسين من الدقيق، وغادي نضيف كذلك نصف كأس لأنه لاحظت بأن الخليط مازال خصو الدقيق، يعني غادي نحتاجو كأسين ونصف. هذه بالنسبة للأخوات اللي كيسولوني دائما على إعطاء كمية الدقيق بالتدقيق. طبعا الدقيق فكيختلف الامتصاص ديالو من نوع لآخر. على بركة الله. إذن هنايا غادي نحتاجو الكسرونة. كما كنشوفوا يستحسن ان هاد الكسرونه تكون كما هكا، يعني اللي كتكون مجلجه او سوداء، او ممكن ايضا تستعملوا كسرونه او اي اناء من الالومنيوم، لانه دائما الالومنيوم ما كيلصقش لينا الاشياء، كذلك ما كيلصقش الكيك. هنايا عندنا الزبده اللي غادي ندهنوا بها الكسرول. الا استعملتوا كسرول او اي اناء من الانوكس فضروري أنكم تدهنوه جيدا، وكتوضعوا ورق الزبدة في أسفل الإناء باش ما يلتصقش لكم بالإناء، لأن كما كنعرفوا فالإينوكس كيلصق. إذن كندهنوها جيدا بهذا الشكل. من بعد غادي نرشوا الدقيق فوق الزبدة. بالنسبة لهاد يعني الشرح اللي عطيتكم بخصوص الآنية اللي كتكون من الإينوكس أو من الألومنيوم، فالعديد من الأخوات اللي غيجربوا الكيك في الإينوكس
في إناء من الإينوكس غادي يقولوا لي بأنها تحرقات وأن الوصفة غير ناجحة. لذلك أنا شرحت لكم بأن الإينوكس دائما كيلصق لنا الأشياء. وهنايا غادي ناخذ كمية من الخليط، خليط الكيك. على بركة الله هنايا غادي نضيف الكاكاو، غادي نضيفو الكمية اللي نقصنا من الكمية الأولى. نفس الشيء حتى الكاكاو كندوزوه في الغربال، يعني الكاكاو كذلك 4 ملاعق من الحليب، باش هكا كيكون عندي الخليط بنفس القوام، يعني نفس القوام ديال الخليط الأبيض. كنخفوه بالحليب كما كنشوفوا هنايا في القوام ديال الخليط الأسود، كيكون خفيف تماما كالخليط الآخر. على بركة الله في إناء كنوضعوا خليط الكيك. أولا غادي نوضع هذا الخليط الأبيض. ممكن أيضا في مكان هذا الكاسرول ممكن استعمال طنجرة الضغط أو الكوكوت. من بعد غادي نوضعوا فوقه هاد الخليط الأسود، غادي نحاول نوضعه على شكل دائرة. هنايا غادي ناخذ ملعقة وغادي نحاول أنني نضغط قليلا على هاد الخليط الأسود، يعني كنحاول أنني ندخله في الخليط الأبيض بهذا الشكل. بسم الله على بركة الله. فوق النار اللي كتكون نار خفيفة جدا كما كتلاحظوا هنايا، كنوضعوا المقلاة الثقيلة الخاصة بالمسمن. ممكن أيضا تعملوا أي مقلاة، يستحسن أنها ما تكونش عندها يد من البلاستيك. وكنوضعوا فوقها هذا الإناء اللي به الكيكة. بما أن الإناء ما عندوش غطاء ممكن تستعملوا الإناء اللي كيكون عنده غطاء. هنايا غادي ناخذ قالب ديال الفرن وغادي نوضع فوقه مقراج مملوء بالماء، باش كنحاول أنني نتقل عليه وما يخرجش الهواء من الكيك كما كتشوفوا بهذا الشكل. ضروري أن ما نخليوش مكان منين يخرج الهواء باش ينتفخ لنا الكيك ويكون ناجح بإذن الله. وغادي نخليوه هنايا تقريبا 45 دقيقة على نار خفيفة. فغادي دائبة. كما كنلاحظوا في اللون كيصبح لون لامع وكيتغير إلى اللون الأسود. ممكن تستعملوا أي نوع شوكولاتة العادية اللي كتباع عند البقال. بسم الله غادي نوضعوا هاد الكلاصاج في سطح هاد الكيك. وبالنسبة للجوانب فما غاديش نوضعه في الجوانب فقط، غادي نخليه في الأعلى. وبالنسبة للتزيين فغادي ناخذ إبرة جديدة طبعا اللي خصصتها فقط للتزيين، وغادي نوضع خطوط بيوغورت الشوكولاتة. طبعا التزيين فدائما كيبقى اختياري وحسب اللي متوفر عندكم. غنوضعوا كذلك من الجوانب. انا شاركتكم تفاصيل التزيين لان العديد منكم اللي كيطلبوا مني كذلك في تفاصيل التزيين، رغم ان هذا التزيين اللي عملت هنايا كما شفتوا فهو بسيط جدا. اذا متابعينا هنايا دخلت الكيك للثلاجه كما كنشوفوا فتماسكت ليا طبقه الكلاصاج. على بركه الله غادي نحاول نقطع الكيك باش نشوفوا كيفاش داير من الداخل. بسم الله. اذا كما كتشوفوا ها هو الشكل ديالو من الداخل.
كيجي طيب. اذا متابعينا، هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. نتمنى ان وصفة اليوم تعجبكم وانها تفيدكم، خصوصا بعض الاحيان اللي ما كيكونش متوفر عندنا الفرن. الى عجبتكم وصفة اليوم فما تبخلوش عليا باي تعليق، لايك، وكذلك انا في انتظار تعليقاتكم. إذا كانت هذه أول زيارة لكم في القناة فمرحبا بكم بالاشتراك، كذلك اضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد. إلى فيديو قادم ووصفة أخرى بإذن الله. أستودعكم الله والسلام عليكم.